سن المراهقة، سن البلوغ، هو بيتغير من طفل مطيع جدا يشوف ابوه بيعمل ايه وامه يعمل ايه لواحد عايز يبني شخصيته. اوعي تحطميه، اوعي تحطميه. احنا هناخد الصلاة والمذاكرة بالراحة وبالاقناع. انت بتقولي انه ذكي، برافو، ده نستغل ذكائه ده. ودروس غير مباشرة، دروس غير مباشرة، قصص واحنا قاعدين نتغدى عن ولاد قدوا مستقبلهم راح وضاعوا، قصص غير مباشرة بس هو يسمعها وقد تفيد جدا جدا جدا. استحمليه، اوعي الإهانة، اوعي العند، لأن السن ده يمتاز بالعند. هتقولي كذا هيعمل العكس. فهي كلها حاجات غير مباشرة، ويا ريت قوي نديله حياته، يلعب كورة، يروح النادي، نختار الأصدقاء من غير ما يحس. الأصدقاء ما يبقاش فيهم أصدقاء سوء، واحد بيتعاطى مخدرات ولا حاجة من غير ما يحس نبعده عنه. خليه يعيش حياة طبيعية، كتري له قوي في الأكل الفاكهة، فاكهة مفيدة جدا جدا جدا. وبعدين إن شاء الله ندعي ربنا إن هو يهديه، ندعي ربنا. قد نحتاج طبيب نفسي، بس عندما نفشل أحسن مني مليون مرة، لأن هم دي دراستهم، اللي هي دراسة النفسية عند المراهقة وعند سن 21 وعند الجواز وعند وفاة الأب وعند وفاة الأم. هنعمل إيه؟ هم ده شغلهم. فأنا رأيي إن احنا نبدأ بالراحة كده. فشلنا ولقيتي هو برضه لسه لا بيذاكر ولا بيصلي وكده، هنلجأ لطبيب نفسي، بس مش عايزين حد يعرف. بلاش حد يعرف، يعني ما تقعديش في وسط أصحابك تقولي ابني وديته لدكتور نفسي، عشان دي بتعمل مشكلة كبيرة جدا. خلي ده سر بينك وبينه وبين أبوه وبين الطبيب النفسي.